زمان الناس كانت بتحارب علشان تكمل. دلوقتي أول مشكلة بتساوي انسحاب، أول ضغط بيساوي هروب، أول ملل بيساوي نهاية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دماغك رايحة فين. إحنا بقينا بنسيب العلاقات ونسيب الأحلام ونسيب نفسنا بأسرع من أي وقت فات. السؤال الحقيقي، إحنا فعلا تعبنا ولا بقينا مش قادرين نستحمل أي حاجة مش سريعة؟ ليه بقينا بنستسهل نسيب كل حاجة؟ في حاجة اتكسرت جوانا، مش الطموح ولا الذكاء ولا الفرص ولا التحمل. بقينا عايزين نتيجة سريعة، حب سهل، نجاح بدون وقت، راحة بدون تعب. وأول ما الحياة تقول استنى شوية، احنا نمشي. احنا عايشين في زمن كل حاجة فيه فوري، أكل بيوصل في 20 دقيقة، فيديو بيديك متعة في 15 ثانية، رسالة بتتباعت فورا، طلب بيتنفذ حالا. عقلنا اتعود إن أي حاجة تتأخر يبقى فيها مشكلة، فبقينا نتعامل مع الحياة بنفس المنطق. العلاقة محتاجة صبر، يبقى دي مش مناسبة. الشغل محتاج وقت، يبقى المجال ده مش ليا. الحلم بطيء، يبقى أنا فاشل. مع إن الطبيعي إن الحاجات الحقيقية بتاخد وقت. الطبيعي زمان الفشل كان جزء من الطريق. دلوقتي أي إحساس صعب بقينا نهرب منه فورا. زهقت، سيب، اترفضت، انسحب، اتجرحت، اقفل قلبك، خسرت، بلاش تحاول تاني. بقينا فاكرين إن الراحة بتساوي الصحة، مع إن أوقات كتير النمو الحقيقي بيبدأ من عدم الراحة. تخيل لو أي رياضي استسلم أول يوم تعب، أو أي شخص ناجح وقف بعد أول خسارة، ولا أي علاقة انتهت عند أول خلاف. كان زمان كل حاجة حوالينا مكسورة. إحنا بقينا شايفين النهاية مش الرحلة. مشروع نجاح باسم مثالي، علاقة سعيدة، فلوس وشهرة، لكن مش بنشوف سنين التعب، الضغط، الفشل، الانهيارات، المحاولات اللي محدش شافها. فبقينا أول ما نتعب نفتكر إننا الوحيدين اللي بنتعب. المشكلة إنك بقيت تسيب بسرعة، بدون مقاومة، بدون محاولة أخيرة، بدون صبر كفاية. وفي فرق كبير بين إنك تعرف تمشي من حاجة مؤذية وإنك تبقى غير قادر تكمل أي حاجة. ارجع درب نفسك على الصبر. مش لازم تبدأ بحاجة ضخمة، ابدأ بحاجة صغيرة. اقرأ 10 صفحات من غير ما تمسك الموبايل. كمل تمرينك حتى لو ملكش نفس. اشتغل ساعة كاملة بتركيز. انت محتاج تعلم عقلك ان مش كل احساس بالملل معناه انسحاب. افصل بين التعب والنهاية. مش معنى ان الحاجة صعبة انها غلط اوقات كتير. انت بس في مرحلة النمو. بطل تجري ورا المتعة السريعة، لانها بتخلي كل حاجة حقيقية تبان مملة. النجاح الحقيقي بطيء، الحب الحقيقي محتاج وقت، بناء النفس مرهق بس يستاهل. اسأل نفسك السؤال ده قبل ما تسيب أي حاجة: أنا بمشي علشان القرار ده صح ولا علشان مش قادر أستحمل؟ السؤال ده ممكن ينقذ مستقبلك. يمكن أكبر خسارة في حياتك مش الحاجة اللي فشلت فيها، لكن الحاجة اللي كان ممكن تنجح فيها لو كنت استحملت شوية كمان. المشكلة مش إن الحياة صعبة، الحياة عمرها ما كانت سهلة. المشكلة إننا بقينا عايزين كل حاجة بسرعة، لدرجة إننا فقدنا القدرة على التحمل. وفي زمن الكل فيه بيمشي بسرعة، يمكن القوة الحقيقية إنك تعرف تكمل. وأشوفكم في حلقة جديدة من دماغك رايحة فين. قولي في الكومنت إيه الحاجة اللي كنت هتسيبها لكن قررت تكمل فيها. ولو الحلقة لمستك ابعتها لشخص كل مرة بيستسلم قبل النهاية. سلام.